طيب بالنسبة بقى للعلاج بالفن، امم اولا يعني مين اللي يقدر يستعمل العلاج بالفن؟ يعني ساعات كتير قوي برضو بتعرض لكلمة مثلا لا 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 لا، انا ماليش في الرسم خالص، ولا ليا في التلوين خالص، ولا ليا في الفن، انا مش فنانة اساسا، انا ضايعة، انا مش عارف ايه حاجات كده يعني. ماليش ولا بحبه ولا ليا خلق اقعد ارسم كلام من ده كتير قوي قوي بسمعه. وكتير مش بعرف انا كمتخصصه يعني ارد عليهم، بقول لهم انا مش كمتخصصه، يعني بقول لهم لا، اللي انا اعرفه ان هو مش محتاج حد بيعرف يرسم ولا حد فنان ولا حاجه. آه، بس من معرفتي بيكي وكده، انتي دايما بتقولي ان حتى كل واحد بيبقى جواه فنان بشكل او باخر، وكل واحد جواه ابداع بشكل او باخر. فممكن حتى مش لازم الرسم، مش لازم التلوين، مش لازم. ففهمينا اكتر ازاي وانا ماليش علاقة بالرسم ولا التلوين ولا بحبه، ازاي اقدر استخدم ده في العلاج النفسي. سؤال حلو قوي يا مريم، عشان ده فعلا هو ده اللي على طول غالبا ساعات كتير بيبقى عائق انه الناس تاخد خطوة زي دي. آم، يعني خليني اقول انه زي ما انت بتقولي كده، زي ما قلنا، زي ما بقول دايما انه مفيش حد مش جواه فنان. كلمة فنان دي بتبقى مؤرقة وبتقلق أصلا ناس كتيرة قوي، بس أنا بقولها وبعيدها، وأنا مؤمنة باللي بقوله. يمكن كل حد بيخرج ده في حاجة معينة، بس حقيقي كل حد جواه إبداع. كنت بقرا قريب كده زي بحث كده، آه، آه، بحث اجتماعي. وفي البحث ده بيقول انه مفيش حاجة اصلا اسمها شخص مبدع وشخص غير مبدع. مفيش اصلا حاجة اسمها كده. هو في شخص بيستخدم ابداعه وشخص لا يستخدم ابداعه. فهي بالظبط لو بلغة الرياضة زي العضلة. انا كل ما استخدمت العضلة دي كل ما هي قويت وبقت كده حلوة كده ترد الروح. وبقت اسهل في استخدامها، وبقيت اعرف اعمل بيها كل حاجة. كل ما اهملتها وقلت انا ما بعرفش وكده كل ما نامت. لكن هي موجودة، هي موجودة، احنا بنتولد بيها. فاحنا كلنا بنتولد مبدعين. للأسف الشديد مفيش حد في تاريخه غالبا، يعني في تاريخه ما عداش بتعويرة فنية. يعني ايه تعويرة فنية؟ يعني كان في الفصل في حد بيرسم حلو قوي 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 وانا حسيت نفسي لا، ده انا ما اعرفش اعمل اي حاجة من الحاجات الابتدائية دي، ده انا ضايعة. طب ليه بقى كده؟ طب ليه تجيلي على الوجع بقى وتفكريني باللزيماطة؟ حاجات كده كلنا عدينا بيها. عندك شوية حد مثلا يمسك اللي انا رسمتها ويقول لي إيه اللي انت عاملاه ده؟ آم، آه، حاجة مختلفة. حد يقول لي هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ في شجرة ورق بتاعها بامبي؟ مفيش. روحي ارسمي شجرة عدلة. وهكذا. اه، ومش بس في الرسم على فكرة، مش بس في الرسم، حقيقي يعني حاجات إبداعية حقيقي. بكل. يعني مش عايزه اتكلم يعني نيه الناس دي طبعا كانت ان هي تبقى حاجه احسن ومش عارف ايه وحاجات كده، بس طبعا ده مش بيساعد اي حاجه، والحمد لله ان احنا عرفنا ده. آه، فكانه كمان جزء من الرحله ان انا اداوي هذا الجرح، واؤمن ان انا اتخلقت مبدعه، اتخلقت بعرف اشوف الجمال واعمله بايديا، اعمل الجمال بايديا بكل الطرق الممكنه، واحنا اصلا بنعمل ده.
بس عشان التعويرة جت في حتة فيها فن، فغالبا بتبقى ما بتتنسيش. اه. ده حقيقي جدا. ده آه. حقيقي جدا، وده اللي انت عارفه ان ده اللي حصل لي، ان انا وانا صغيره كنت في فصل كله مبدعين وبيرسموا رسومات، تابلوهات تتعلق على الحيطان وكده، وانا المدرسه قالت لي ايه القرف اللي انت عاملاه ده، فخلاص انا وصمت نفسي بان انا ما بعرفش ارسم خط في ورقه، وفضلت كده طول حياتي لغايه ما ظهرتي انتي وخلتيني رسمت اساسا حاجات معلقاها على الحيطه في بيتنا لغايه دلوقتي. فده دليل على ان يعني كل اللي انتي قلتيه ده حقيقي فعلا، ان احنا بنتعور في حاجه معينه فبتفضل معلمه معانا لغايه ما نشتغل على نفسنا ونبتدي نعرف ان الكلام ده اللي اتوصلنا بيه او اتقال لنا واحنا صغيرين او في اي مرحله من حياتنا ده غلط، وان جوه كل واحد مننا يعني خليني اقول مش بلاش كلمة فنان دي، عشان فنان دي دايما بتتقال على الرسم بالذات، واللي هو فعلا لازم ارسم شجرة وبيت وكده بشكل جميل جدا. ف... فانتي عرفتيني ان الفن مش ان انا ارسم حاجة منمقة جدا، ممكن اشخبط بالوان وتطلع حاجة شكلها جميل قوي، جميل. او النقل زي ما انت قلتي لي، كوني مثلا ان انا بعرف انقل من حاجه، دي معناها فن. ففي اشكال وانواع كتير قوي للفن. آه، يعني نفس الحكايه برضو مثلا على فكره الرقص او كده برضو يعني طول عمري موصومه ان انا خشبه. فلما دخلت عالم الزومبا والحاجات دي اكتشفت ان لا، لا انا مش خشبه ولا حاجه، انا اتقل لي كده بس، فجسمي خد الصدمه دي وعاش بيها لغايه ما انا اشتغلت على نفسي وخدت تريننج في تريننج في تريننج لغايه ما بقيت، لا اكتشفت ان انا لا مش يعني مش هو ده اللي اتقال لي ده غلط. فابتديت اشتغل على نفسي في حاجات كتير. ففي حاجات كتير قوي قوي، آه، لو بس اكتشفناها او عرفنا نشتغل على نفسنا او عرفنا ان احنا بنعرف نعملها، احنا بنعرف نعملها. مش معنى ان انا حد من اهلي او حد من المدرسين او فلان او كذا قال لي ان انت مش بتعرفي تعملي كذا يبقى انا فعلا كده واخدها بقيت حياتي. يعني اتس تايم ان احنا نكتشف الابداع اللي جوانا باي شكل وباي صورة. طب فشكرا جدا، يعني طبعا انا بشكرك على كل حاجة يعني وعلى انك قلتي الكلام ده دلوقتي يعني على الملأ، وهنعلنه يعني للناس كلها. ويا ريت يا ريت فعلا كل واحدة تبتدي تفكر انا جوايا ايه اقدر ابدع فيه، لان ستات كتير 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 وخصوصا في المرحلة العمرية بتاعتنا اللي هي مش هنقول هي ايه بتبقى فاكره نفسها خلاص ما فيش حاجه تقدر تعملها، ولا اتعلمت حاجه، ولا بتعرف تبدع في حاجه، ولا هتعرف هي نفسيتها كده وخلقتها كده وتربت كده ومفيش اي حاجه نافعه. فدي دعوه ونداء لكل واحده انها تاخد الكلام اللي احنا قلناه ده وتبتدي تقلبه كده في دماغها وتفكر هي مبدعه في ايه.